هاد القصة كتدينا لعام 1988 وكتحكي على شاب سميتو فرانك. فرانك كان معروف بحبه الكبير لجمع الراديوات القديمة. واحد النهار هو كيقلب في السطح ديال جداتو لقى واحد الراديو قديم بزاف وراجع للربعينات. خدا معاه للدار وبقى كينقيه ويصلحو مدة طويلة تقدر فعلا يخدمو من جديد. ولكن داك الراديو كانت فيه شي حاجة ماشي هي هاديك، ما كانش كيلتقط محطات عاديين. وواحد العشية سمع فرانك واحد الصوت ضعيف خارج من الراديو كيهضر على تحذير ديال الطقس نهار 10 يوليوز 1944 فشي منطقة فرنسية معمرها دازتلو على البال. في الأول كان كيسحابلو غير محطة ديال الراديو تبيراطات وضاحكين عليهم، ولكن النداءات بقاو كيتعاودوا ليلة ورا ليلة ودائما جايين من الماضي. واحد الليلة كيسمع واحد الخبر خلاه ينقز من بلاصتو، كارثة ديال فيضان في مدينة صغيرة في هولندا بتاريخ 1 فبراير 1953. فرانك قلب وبحث وتأكد بلي داك الكارثة وقعت بصح. هنا بدا كيفهم شوية بشوية الراديو ديالو كيلتقط بث حقيقي من الماضي. ومن بعد شي أسابيع جات رسالة جديدة خطيرة بزاف، صوت كيهضر على حادثة ديال قطار غادي توقع على غد الليل، يعني في المستقبل وقريبة بزاف من المدينة ديالو. فرانك تخلع بزاف وترعب كاع، عيط للبوليس وعيط لشركة القطار، ولكن حتى واحد ما صدقو. قصة ديال راديو كيسافر في الزمن بانت ليهم غير هضرة ديال شي واحد حمق غالبا. ولكن في الصباح لغد الليل تصدم فرانك ملي حل الجورنال وقعت فعلا حادثة خطيرة ديال القطار، وبالضبط في ديك البلاصة اللي حذروا منها الراديو. من داك النهار فرانك ما عمرو شغل الراديو. اش بان لكم في الراديو اللي كيسافر عبر الزمان؟ واش فرانك كان ضحية صدفة ولا كان عنده فرصة يبدل شي حاجة وما قدرش؟ واش معرفة الحقيقة قبل وقتها نعمة ولا نقمة؟ والأهم من هذا الشيء، اش بان لكم في هذه القصة؟ واش حقيقة ولا خيال؟ شاركوا معنا آراءكم في الكومنتار.